بيدرو وجافي. أنتم ما تذكروني إلا بميغالو وسوسان. اثنيناتكم واحد أجمل من الثاني طبعا، يعني نتكلم على بيدري الرائع وجافي المقاتل، فعندك واحد يلحق الثاني أو واحد يكمل الثاني. بغض النظر عن المسخرة التحكيمية، لأنه ملينا بصراحة يعني بالدوري الإسباني من المسخرة التحكيمية اللي موجودة، وبعد إلغاء هدف يعني صحيح. آه، وعدم احتساب ضربة جزاء لبرشلونة، وعدم احتساب ضربة جزاء زاد لرايو فاليكانو. تكلم على مباراة كان بطلها التحكيم بس يعني. وبالنسبة لهانز فليك يعني تحس يعني انه مع الايام لازمك مهاجم جديد يعني بصراحة. اي نعم، العمر له حقه، العمر له دوره. ليفاندوسكي يعني ما كان بالفورمة. رافينيا، يميل يامال، كلياتهم يعني بصراحة. خط الهجوم بشكل عام، نتكلم على برشلونة بخط الهجوم، كان حيل سيء امبارح. يعني ما قدم الأداء المرجو منه، ما قدم الشيء اللي أنت كمشجع لبرشلونة تنتظره، كجماهير برشلونة تنتظره. ما بيها يعني توقعت بصراحة تكون مباراة سهلة على برشلونة، ولكن كل شيء تعقد على برشلونة امبارح. تحس انه اللعيبة ما كانوا بالفورمة، تحس انه اللعيبة ريحهم شوي بعد انهائهم لدور الابطال. يعني معنى آخر صار عندهم فترة راحة يعني. فهذا الشيء هو اللي ممكن يعطي نفسية أو للاعب إنه خلاص إحنا يعني نقدر نرتاح بالوقت الحالي. فهي أصعب شيء فترة إنك تواجه فرق بالمتوسط أو من تحت، لأنه ما يظل عندك الحافز مثل يوم إنك تواجه يعني فرق مثل أتلتيكو أو ريال مدريد أو أتلتيكو بلباو أو إشبيليا، أو بغض النظر يعني شفنا شلون هو فرق على فالنسيا ب7 أهداف. فهذا اتكلم على انه الفريق وقت يلعب ضد فرق قوية. دائما اي فريق يلعب ضد فريق قوي تلاقي راح يعطي 100%. عرفت علي؟ هو اما يوم انك تلعب مع فرق شوي ضعيفة فانت تقول يلا خلينا نفوت احنا نخلص الماتش وانتهى الموضوع. معكم محمد بهاشتاج سبورت. اتمنى طبعا تشتركون بالقناة. بالنسبة للاشخاص اللي مو مشتركون بالقناة يعني اشتركوا يا اخي. السلام عليكم.